أن التخطيط لهذه مؤامرة كهذه تم بنائها على أساس خدمة مصالح وسياسة عدة قوى وأطراف عالمية وأقليمية ومحلية، ولا تزال تركيا مستمرة في هذه المؤامرة الدولية وممارساتها الهمجية عن طريق استهداف مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك من أجل كسر إرادة الشعوب وتحطيم روح المقاومة والإفشال مشروع الأمة الديمقراطية المستوحى من فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان. لكن إرادة شعوب شمال وشرق سوريا أفشلت مشروعهم، وأصبحت أفكار القائد تسري في عروقنا. نستنكر المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، تلك المؤامرة التي خططت ونسجت من قبل دول استخباراتية للنيل من فكر القائد وفلسفته والقضاء على فكره الذي أصبح مبدأ أساسي في الشرق الأوسط، حيث جسد مبدأ أخوة الشعوب والتعايش المشترك، وكان الهدف الأساسي القضاء على الفكر قبل الجسد.